السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي المفاجآت التي تجعلنا نتمنى الموت؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. هو ممكن الإنسان يا شيخ محمود يتمنى الموت؟ ممكن يتمنى الموت، لكن خدوا بالكم من حاجة. الأصل في الإنسان أنه لا يتمنى الموت بسبب الابتلاءات، وإنما قد يتمنى الموت شوقا للقاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت بسبب الابتلاءات. قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد أو لا محالة متمنيا، يعني خلاص يعني وصل لمرحلة أنه خايف على نفسه أن يفتن في دينه، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فالإنسان لا يزيده طول العمر إلا خيرا إذا كان إنسانا صالحا أو إذا كانت إنسانة صالحة، فكل يوم يعد علينا فنحن نتقرب إلى الله أكثر وأكثر بفضل الله سبحانه وتعالى. إنما إذا خشي الإنسان على نفسه من الفتن فيجوز أن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، بوكلت أمري لله سبحانه وتعالى. ما قلتش يا رب خدني أو يا رب نفسي أموت، لا، إنما بقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هنا يجوز إن هو لو خاف على نفسه الفتنة من الفتنة في هذه الدنيا، فيجوز أن يتمنى الموت حتى لا يفتن في دينه، أو أن يتمنى الموت شوقا للقاء الله سبحانه وتعالى. فوالله لو يعلم المؤمن ما ينتظره بعد الموت لتمنى الموت. فنحن كما تعلمون لن نرى النبي صلى الله عليه وسلم ولن نشرب من يده على الحوض إلا بعد الموت، بل ولن نرى الأنبياء ولا الصحابة إلا بعد الموت، حينما ندخل الجنة إن شاء الله ونسعد بلقاء الأنبياء ولقاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولن ننسى أي شقاء وبلاء رأيناه في الدنيا إلا مع أول غمسة في الجنة، وذلك لا يكون إلا بعد الموت. بل ولن نرى ربنا ونسعد برؤيته إلا بعد الموت، حينما ندخل الجنة ونرى ربنا عز وجل في يوم المزيد. بل ولن نرى أهلنا الذين حرمنا منهم في الدنيا من أهل الصلاح، لن نراهم إلا بعد أن نموت ونلتقي بهم في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. بل ولن نشعر بالأمان الكامل والنعيم الكامل والصحة الكاملة والخلود الكامل إلا في الجنة، وذلك لا يكون إلا بعد الموت. يبقى كل الخير مستنينا، ولكن بعد الموت. في خير احنا عايشين فيه في الدنيا، اللي هو ايه؟ اللي هو الايمان، لذة الايمان، ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال الامام ابن تيمية: ان في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي يا إمام؟ قال: إنها جنة الإيمان. ما شاء الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، والحديث رواه مسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتمنون الموت في سبيل الله من كثرة ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم عن نعيم الجنة بعد الموت. فها هو مثلا على سبيل المثال عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه. عمرو بن الجموح اللي الناس ممكن تكون مش عارفاه، إن هو أسلم بعد سن ال60. تخيلوا حضراتكم، أسلم بعد سن ال60، وفاتته غزوة بدر، وكان أعرج شديد العرج، وهو مرفوع عنه الجهاد، يعني ليس عليه جهاد. يعني لو قام منادي الجهاد: يا خيل الله اركبي، فهو معذور أمام الله، ليس عليه جهاد، ومع ذلك تمنى أن ينال الشهادة. فقال لأولادي: أريد أن أجاهد. كان الكلام ده كان يعني صباح تاني يوم غزوة أحد. فقال: أريد أن أجاهد. قالوا: نحن نجاهد ونحن في ميزان حسناتك وأنت معذور أمام الله.
فأخذهم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بني هؤلاء يمنعونني من الجهاد في سبيل الله، وإني أرجو من الله أن أنال الشهادة. فقال له صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا عمرو فلا جهاد عليك، يعني أنت معذور أمام الله. ثم نظر النبي إلى أبنائه، أبناء عمرو بن الجموح، وقال: وأما أنتم فدعوه، سيبوه يجاهد، لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة في سبيله. فقال له عمرو بن الجموح: يا رسول الله، ألئن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ قال: بلى، لئن قاتلت فقتلت لتطأن بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سليمة. الله أكبر. فلما دخل في غزوة أحد كان من أوائل من استشهد في غزوة أحد عمرو بن الجموح. فلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال: والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن في الجنة وأنت تطأ بعرجتك هذه في الجنة صحيحة سليمة، يعني رجعت رجليك سليمة وأنت الآن في الجنة، ما شاء الله. عمير بن الحمام في غزوة بدر، وده كان أول لقاء بين المسلمين وبين المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. الصحابة مش مستوعبين، يعني معقولة مجرد بس أخش وأنال الشهادة خلاص بقيت في الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فعمير بن الحمام كان واقف جنب النبي، بس إيه، بيكلم نفسه ومش واخد باله إن النبي سمعه، فبيقول: بخن بخن، جنة عرضها السماوات والأرض. فاقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عمير، ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. شوفوا الجملة دي قد إيه، في اللحظة دي كان جبريل نزل من فوق 7 سماوات بأمر من الله عشان يقول للنبي: قل له أنت من أهلها. فقال عمير بن الحمام: لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. فقال صلى الله عليه وسلم: فأنت من أهلها. فأخرج عمير بن الحمام بعض التمرات ليتقوى بها على الجهاد في سبيل الله، فأكل تمرة أو تمرتين، ثم نظر إلى سائر التمر وقال: والله لئن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة. فألقى التمر ودخل وقاتل فاستشهد ليكون من أهل الجنة بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. بل وأخيرا، وهناك أمثلة كثيرة، حرام ابن ملحان رضي الله عنه وارضاه لما استشهد وضرب بالحرب من الخلف فخرجت الحرب ما بين صدره، فأخذ الدم ونضحه على وجهه وقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. وهذا من شدة ما يرون من الخير ومن النعيم، فإن الشهيد يرى موقعه أو مكانه من الجنة قبل أن يخرج من الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. وأختم بهذا الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند ربه 7 خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. الله أكبر. إذن فالإنسان الأصل أنه لا يتمنى الموت، فإن كان يخشى على نفسه الفتنة في دينه فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ويجوز له أن يتمنى الموت شوقا للقاء الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فاللهم إنا نحب لقاءك فأحب لقاءنا يا رب العالمين، وارزقنا جميعا حسن الخاتمة. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.